طيب انا عايز اسال حضرتك، طبعا ايضا من بين عملكم ان انتوا بتعملوا احصاء للسكان وتقسموهم. ايوه. يعني الذكور والاناث والشباب وكل هذه الامور، المراحل العمريه يعني كلها. حتى ان المعلومات العامه بان مصر عندها يعني ربنا حباها وفضلها في تلك المرحله. ايوه. بان تعداد سكانها في مستوى عالي جدا ونسبه عاليه جدا من الشباب. ايوه. هذا الامر كيف يفيد متخذ القرار؟ هو لا شك النهارده المعلومات اللي بوفرها الجهاز ما هي بتوضح للحكومه ايه احنا فين، نقاط القوه فين، نقاط الضعف فين. تمام. ابداوا نخطط صح، نرسم سياساتنا صح، نوجه فرص استثمارنا صح، استغلال طاقه الشباب اللي موجوده دي صح. نعم. يعني هي في الاخر بتصب في مرحله، يعني النهارده حضرتك انا بحصر منشآت، من ضمن حصر المنشآت انا عايز اتعرف على مشروعات اللي تحت التنفيذ النهارده ومتطلباته المستقبليه من العماله برضه للمساهمه في حل مشكله البطاله. جميل. ما هو دي برضه جزئيه بيشملها هذا التعداد. اعرف مشروعاته المستقبليه هيطور نفسه ازاي، وبالتالي احتياجاته من العماله ومدى تاهيل هذه العماله. جميل. طيب ايضا مشكلتنا في مصر ان احنا بنقلد بعض. ايوه. يعني مثلا ولد جاب توك توك وبقى بيكسب، تلاقي البلد كلها جابت تكاتك. نعم. ده مثال ظريف. نعم. يعني باخده. نعم. كذلك بالنسبه لتوزيعه التعليم وتفريده التعليم والطلبه، سواء في التعليم قبل الجامعي او بعد الجامعي. بنلاقي تكدس مثلا في المدارس الفنيه وفي تخصصات غير مطلوبه. ايوه. ما زالوا شغالين. طيب ايضا معلوماتكم الجميله كيف نوظفها في ان احنا نقول يا جماعه عايزين مثلا نزود في المجال الفلاني، او عايزين الكليه المعينه ديت اللي لها دور في تعمير مصر والكلام ده نزودها. هذه المعلومات ايضا عايز اعرف خباياها من حضرتك. هو حضرتك التعداد زي ما قلت لحضرتك بيوضح نقاط القوه ونقاط الضعف. تمام. وعلى متخذ القرار ان يعظم من نقاط القوه ويزيل نقاط الضعف ويعالجها لكي تكون، لان احنا بنبقى يعني احنا كاشفين له لكل المشاكل الموجوده، بنقول له ادي المشاكل، ادي نقاط قوه عظمها، ادي نقاط ضعف ابدا في حل المشاكل بالشكل الفلاني، وعلى متخذ القرار انه يتخذ القرار بتاعه صح. جميل. جميل. عايز اسمع من حضرتك جمله رسائل سواء للمواطن العادي او لصاحب المنشاه او لرجال الاعمال، الرسائل اللي حضرتك تحب ترسلها من خلال دلتا مصر. والله انا بقول للساده اصحاب لرجال الاعمال والمستثمرين واصحاب المنشات، شارك، بياناتك هتفيدك اولا. نعم. وهتفيد بلدنا. شارك واطمن تماما، بياناتك في الحفظ والصون، بياناتك لا يجوز للغير ولاي جهه الاطلاع عليها. نعم. ده القانون حتى جرم الباحث او المراجع اللي عندنا. نعم. انه يفشي سر من هذه الاسرار وعاقبه بعقوبه 6 شهور حبس في حاله كشف اي سر من هذه الاسرار. يعني القانون جرم افشاء. الحبس وجوبي ولا حبس والغرامه ولا لا، حبس وجوبي 6 شهور. 6 شهور حبس في حاله افشاء اي اسرار. تمام. وبنقول لصاحب المنشاه ما تمتنعش عن انك تتعاون مع مندوب الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، لان حضرتك لو امتنعت القانون برضو بينظم عقوبه تصل الى 6 شهور حبس في حاله الامتناع او التضليل او الادلاء ببيانات غير دقيقه. تمام. وبنقول لحضرتك بياناتك دي بيانات فرديه. الجهاز حضرتك بتعرف ازاي انها معلومات خاطئه وغير صحيحه؟ ايوه حضرتك المتدربين الباحثين بتوعنا شغالين في الميدان خضعوا لتدريب مركزي على مستوى عالي جدا. عباره عن ايه؟ عايزين نعرف تدريب ثقافتهم ايه في هذا العمل. ده دورات في ايه؟ سيادتك هم اصلا متمرسين في العمل الاحصائي. جميل. ودول بنديلهم دوره مركزه عن التعداد، بتشمل كل بنود التعداد 11 استماره بنقراها وبنذاكرها كويس جدا، وبيتم عمل له اكتر من 11 امتحان فيها. 11 امتحان بتدريب قبل ما يبدا بالاستماره ينزل بها الشارع. قبل ما يبدا، وبعد كده بيجي نعمل تدريب محلي في المحافظات
وبعد كده بنقول له هو بقى بخبرته. الباحث ده احمد مين يا استاذه؟ ومعنا من قطور بعد اذنك سعاده اللواء. اتفضل الاستاذ احمد ابو ريا. اهلا يا استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. والله حضرتك يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني في مشكله، مش مشكله يعني ليست شخصيه ولكن مشكله جماعيه حضرتك. اتفضل. والله حضرتك احنا معلمين المكافاه الشامله بمحافظه الغربيه. نعم. دلوقتي حضرتك احنا بناخد 200 جنيه في الشهر. بقالنا سنتين حضرتك. نعم. ودلوقتي حضرتك اتصلنا بالوزاره. الوزاره قالت احنا مالناش علاقه بالموضوع ده خالص، الموضوع ده في يد المحافظ وفي مديريه التربيه والتعليم. ده طبعا كلام مش منضبط خالص. معلومات العامه بانه انت شغال في مديريه التربيه والتعليم، اذا فلوسك او مكافئتك بتيجي يا من المديريه يا من الوزاره، اذا المحافظ ملوش علاقه. يعني هو المحافظ صحيح الرئيس الاعلى لكل الجهات التنفيذيه في المحافظه، لكن مش هو اللي مسؤول عن مساله الفلوس ولا المبالغ زي ما الراجل قال لك. لكن عموما حضرتك طالما لجأت لنا فواجب ان احنا نكمل معاك. حضرتك برنامج ديوان المظالم عندنا يوم السبت وبيهتم بهذه الامور، واتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره وربنا وفقنا حتى في سنه 2011. فحضرتك يا استاذ احمد ممكن تشرفنا ان شاء الله انت ومجموعه من الزملاء يوم الثلاثاء القادم الساعه 2 ظهرا هنا في مقر قناه الدلتا، وتسجل الكلام ده امام كاميرا ديوان المظالم، واحنا نجيب الاستاذه فاطمه خضر او حتى نجيب السيد اللي هو محمد نعيم المحافظ ونواجه هذا الامر، ونكون همزه وصل بينكم وبين المسؤولين ان شاء الله. شكرا استاذ احمد ابو ريا مدرس من قطور. عوده للسيد اللواء اسماعيل الدياسطي رئيس الاداره المركزيه للتعبئه والاحصاء بالوجه البحري ووكيل الوزاره بالجهاز المركزي. استكمالا لحضرتك. طيب كنا بنقول حضرتك يعني انا مش ممكن الباحث او الراصد بتاع حضرتك يعني ينزل مثلا يقعد على اي كافيتيريا وبعدين يقعد يقفل الاستمارات، ولا انتوا تكشفوا الكلام ده؟ ولا له متابع بيمر وراه؟ انا اقول لسيادتك الاستماره زي ما قلت لحضرتك فيها اسئله كشفه على سبيل المثال يعني صاحب المنشاه لو بنساله في الاول بعض الاسئله بيجاوب، في اسئله ورا لازم يكون صاحب المنشاه اللي يقول عليها، لازم يكون صاحب منشاه عارفها، ولا بد ان يكون صادقا، لان لو كذب في السؤال الاولاني هيتكشف في السؤال رقم 10 ويقع تحت طائله العقاب في الست شهور ادلى ببيانات خاطئه. تمام. احنا مش بنخوفه، لا بس ايضا زي ما لك واجب في ان معلوماتك سريه او بياناتك سريه، اذا عليك يعني حق والتزام انك تقول تصدق وتقول الحقيقه، لان بياناتك في الاخر هتفيدك وتفيد البلد كلها. تمام. ففي اسئله كشفه. الباحث بتاعنا اتدرب على مدار بقول لسيادتك تدريب مركزي وتدريب محلي. الاستماره دي جرى اعدادها من سنتين بنعد لها. علشان تعد هذه الاستماره وتبقى مغطيه والتعداد يطلع بالنتيجه المرجوه منه، تم الاستعانه بخبرات دوليه وخبرات محليه ومطالب الوزارات. تعالوا انتوا عايزين ايه من هذا التعداد؟ احنا بنجري تعداد اقتصادي. ايه خبرات الدول اللي سبقتنا في هذا المجال؟ حضرتك قلت الاستماره فيها كام صفحه بتقول؟ الاستماره حسب كل نشاط. حسب كل نشاط. يعني كل نشاط عند حضرتك احنا بنغطي 11 نشاط، سواء في التجاره او الصناعه او الزراعه او الاتصالات او الخدمات او النقل والتخزين. اي قطاع واعد من خلال البيانات اللي عندك ساعه اللواء، اي قطاع واعد في مصر تقول للناس على الهوا هذا القطاع له مستقبل باهر خدوا بالكم منه؟ والله هو سيادتك دراسات الجدوى هي اللي بتكشف القطاعات الواعده. لا انا بتكلم بالنسبه اللي عند حضرتك. بالنسبه للاحصاءات ايه القطاع او المجال اللي لسه ما فيش عليه زحام، ما فيش عليه يعني اكتفاء ذاتي او تضخم؟ ايه المجال اللي ممكن؟ لا هو سيادتك دي حاجات بتخضع لدراسات جدوى وتعرف على احتياجات السوق. كل صاحب نشاط بيعرف يعني انا همارس نشاط معين، تمام، لازم اعرف احتياجات السوق في هذا الاتجاه والمنطقه اللي محتاج انسب الاماكن لتنفيذ هذا النشاط. تمام. التوزيع الجغرافي وحجم وتوزيع المنشآت الاقتصاديه في هذا المكان، الجدوى بتاعتها ايه، وبالتالي اقدر احدد المشروع اللي انا هشتغل فيه وانجح فيه. نعم. مش بالضروره انا ممكن اعمل مشروع في مكان معين مكدس بهذه المشروعات.
او السكان فيه ملهاش احتياجات السوق مش محتاج في حاجه فيها، وبالتالي فانا هصرف وحاجات من دي. امام المعلومات سعاده اللواء اللي الزملاء وضعينها امامي بانه اول سلسله ارقام قياسيه لاسعار الجمله كانت سنه 1914. أيوة. يعني في عهد الملكيه يعني. طيب لما الدوله لقت انه فيه جشع لدى التجار وفيه طمع وعدم التزام بالظروف الاقتصاديه وابتدوا يزودوا اسعار عشوائي، فابتدت الدوله تتدخل، وان كان ده مخالف للاطار الاقتصادي اللي الدوله بتلتزم به وهو الاقتصاد الحر. كان لكم دور في تحديد السعر العادل بالنسبه لبعض السلع الغذائيه المفترض انها بتحقق ربح مقبول للتاجر وما تقسمش ظهر المواطن العادي والمستهلك. لا، احنا سيادتك عندنا بخصوص الاسعار منظومه كامله عن الاسعار. المنظومه دي لنا مندوبين بتوعنا موجودين في الاسواق المختلفه على مستوى الجمهوريه على مدار الاسبوع. بيلف ياخد الاسعار، بياخد الاسعار ويعمل احصاء ده زاد الاسبوع ده طبعا. وفي اجهزه معاهم هاند هيلد بيسجل عليها موقف السوق، يعني السلع الغذائيه حضرتك اسبوعيا عندنا موقف السلع الغذائيه ومدى التغير فيها اسبوعيا. السلع الصناعيه كل 15 يوم كل شهر بناخدها. الخدمات كل شهر بناخدها، لان دي برضه معدل التغير بتاعها بتكون كل شهر. انما السلع الغذائيه بعد الدوله ما قالت هتدخل واللي هيتجاوز هيكون في اجراء، الاسعار التزمت من خلال ابنائكم في الاسواق؟ والله هو البعض التزم والبعض ما التزمش، واحنا طبعا يعني بنناشد الجميع مراعاة المواطن العادي. نعم. البسيط. نعم. كلنا في مركب واحد ساعة الليل ان شاء الله. اشكر سعادتك على هذه المعلومات الجميلة والقاء الصورة الجميلة والتوضيح حول نشاط الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء سعادة اللواء اسماعيل الدياسطي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ورئيس الإدارة المركزية للوجه البحري. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لسعادتك وشكرا للسادة المشاهدين. الله يخليك. شكرا جزيلا. مشاهدينا المحترمين متواصلين معكم في دلتا مصر، وإن شاء الله بعد الفاصل نبدأ الملف الثاني والغدة النكافية مع الدكتورة الفاضلة الأستاذة الدكتورة أمينة النمر. بعد الفاصل انتظروا.